السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حلوين حبايبي ومتابعين؟ يا رب دايما تكونوا بخير. الفيديو النهاردة مهم جدا وان شاء الله هتستفادوا منه. فيديو قنبلة قنبلة بمعنى الكلمة، هتستفادوا منه كتير قوي، بس يا ريت تركزوا معايا. الفيديو بتاعنا النهاردة ازاي هنتخلص من رائحة العرق ايا كانت بنسبة 100% ان شاء الله. حطوا اللايك واشتركوا في القناة، ولو اول مرة تشوفيني دي قناتي مامز تشانل، اشتركي فيها وفعلي زر الجرس علشان يوصلك كل جديد، وان شاء الله هتستفادي منها باذن الله. وقبل ما نبدأ نسمي ونصلي ونبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. نركز بقى في الفيديو، يلا بينا. لازم نعرف ان في نوعين من الناس. النوع الاول اللي عايز يعتني بنفسه ويتخلص من رائحة العرق اللي عنده، ولكن ريحة العرق اللي عنده بتكون معتدلة وعادية جدا. اما النوع التاني اللي عنده ريحة العرق بتكون صعبة ونفاذة ومضايقاه هو شخصيا اكتر من الطبيعي. طيب هنبدأ بقى بالنوع الاول اللي عرقه عادي وعايز يعتني بنفسه ونظافته الشخصية. اول حاجة لازم تتعمل ضروري لازم تنظيف منطقة الاندر ارم، يعني تحت الابط، لان العرق ده يا جماعة اصلا عبارة عن مية عادية، واللي بيخلي ريحته كريهة ونفاذة ومش لطيفة هو اننا ما بنهتمش بنظافة تحت الابط بانتظام. واكيد طبعا كلنا فاهمين يعني ايه، يعني بنتخلص اول باول من الشعر الموجود في المنطقة دي. وتاني حاجة ناخد الشاور بتاعنا بانتظام، مرة كل يوم او مرتين لو احنا في فصل الصيف، ومرة كل يومين أو 3 في الشتاء. فلازم على الأقل وإحنا في فصل الصيف والجو حر وبنعرق كتير، فلازم على الأقل مرة كل يوم، لأننا لو اهتمينا بنظافتنا الشخصية وخدنا الشاور يوميا بانتظام اتحلت 50% من المشكلة. طيب نيجي بقى لمزيلات العرق، وإحنا متفقين إننا مش عايزين نستخدم أي مواد كيميائية خالص ومواد معينة بعينها، لأنهم بيسببوا لينا مشاكل كتير تحت الإبط، وممكن المشاكل دي لا قدر الله توصل لأورام وسرطانات، فإحنا في غنى عن ذلك. طب هنستخدم إيه؟ هقول لكم والله استنوا بس، هقول لكم على حاجة فعالة وآمنة وفي نفس الوقت رخيصة جدا وفي متناول إيدينا. وكلنا دلوقتي عارفين مزيلات العرق بقت غالية جدا وفي نفس الوقت غير صحية. طيب ايه اللي هنستخدمه؟ هنستخدم اي حاجة تحتوي على الزنك. زي ايه؟ اهو زنك اوليف، كريم زنك اوليف، تحفة يا بنات، اكثر من رائع. في مننا اللي عارفينه واللي ما يعرفوش، ده كريم للأطفال، بيستخدم ليهم مكان الحفاضات علشان التسلخات، حلو جدا والله وعن تجربة. بعد ما ناخد الشاور بتاعنا بننشف كويس وبناخد طبقة رقيقة من الكريم ده وندهن في منطقة الأندر أرم تحت الإبط. والله يا جماعة هيضيع ريحة العرق تماما. ثانيا هيفتح المنطقة، وكمان حاجة آمنة وطبيعية وطبية، وهيقعد معاكي 48 ساعة مفيش ريحة عرق خالص، لأن مكوناته طبيعية زي ما انتي شايفة. بيحتوي على الزنك أكسيد وزيت الزيتون وزيت الخروع، يعني مواد كلها طبيعية مفيش منها أي خطورة عليك. والعبوة دي حجمها 75 جرام وتمنها 50 جنيه وبتقعد معاكي شهور، يعني توفير وأمان ومفيش عرق وريحة هتدوم معاكي 48 ساعة، يعني حاجة عن ثقة جميلة جدا. جربوها وإن شاء الله هتدولي. طيب نرجع بقى للنوع التاني اللي مننا اللي ريحة عرقه بتكون صعبة جدا ونفاذة ومش لطيفة. هيعمل ايه؟ برضو زي ما قلنا في الأول هينظف منطقة الأندر أرم كويس جدا من أي شعر موجود ونواظب على كده، وكمان ناخد الشاور بتاعنا بانتظام. بس هنا بما ان ريحة العرق بتكون صعبة ونفاذة ومش لطيفة، ده دليل على وجود بكتيريا في المنطقة دي، يبقى لازم نستخدم اي صابونة مضادة للبكتيريا والفطريات. هنجيبها من اي صيدلية، اي نوع صابون بس يكون مضاد للبكتيريا والفطريات، وهنستخدمه مرتين في الاسبوع. هنغسل بيه منطقة الاندر ارم كويس، وبعد ما اغسل بالصابونة وانشف كويس هستخدم برضو كريم زنك اوليف، هاخد طبقة رقيقة منه من الكريم دوت وهدهن في منطقة الاندر ارم برضو. عايزة اقول لكم كمان على معلومة ان شاء الله هتفيدكم. في مشروبات برضو بتخلي ريحة الجسم حلوة قوي، والله زي ما سمعتم كده، وفي اكل برضو بيخلي ريحة الجسم حلوة قوي، زي ما في مشروبات واكل بيخلوا ريحة الجسم مش حلوة ومش مستحبة. طب ايه هي المشروبات يا لولو اللي بتخلي ريحة الجسم حلوة ومنعشة؟
اكيد اول ما سمعنا كلمة مناعشة عرفنا انه النعناع والقرفة والجنزبيل والقرنفل لو هنشرب منها مرة واحدة بس في اليوم كوباية، حتى لو بنخرج عرق هيبقى ريحته خفيفة ومعقولة. ضروري نشربه. نشرب المشروبات اللي انا قلت لكم عليها دي ولو مرة واحدة في اليوم، وخصوصا لما ناكل اكل فيه بصل او توم او كرنب او قرنبيط، لان الاكلات دي بتعمل ريحة سيئة جدا للعرق. واحنا طبعا اكيد اكلنا لا يخلو من البصل والثوم، ومين مننا لما بيشوف صينية محشي قدامه ما بياكلش يعني. فهناكل تمام مفيش اي مشكلة، بس نشرب المشروبات اللي انا قلت لكم عليها دي وان شاء الله هتخفف من ريحة العرق. سواء كلنا الاكلات دي او ما كلناش، يا ريت نواظب على شرب المشروبات دي ولو مرة واحدة في اليوم، وان شاء الله هتدعوا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واستفدتوا منه ولو حاجة بسيطة. يلا لايك وشير على قد ما تقدروا يا حلوين، واللي ما اشتركش في القناة ينزل بسرعة يفعل زر الجرس ويشترك في القناة ويدوس على علامة الكل علشان يوصل له كل جديد. مع السلامة.